وأكلت وشربت. شنو الشغف اللي حيكون من حتى الزوجون؟ حبيتها 5 سنوات وتوفت، الله يرحمها، الله يعوضك. حب 3 سنوات وصار أسبوعين من خطبني. أمك بيضة وانت الشكشك، أمك بيضة وانت الشكشك، أمك بيضة. هاي والله أحبه. صارت 8 شهور راح يجي يخطبني وأنا ما قلت له اسمي الحقيقي. شلون ملاك؟ شنو ما قلت له اسمي الحقيقي؟ قولي له بس مو هسه مني خطبك. أحبها 2 سنين وياي بالدوام وتالي أخذت المدير. الأحسن من عدة تستاهل ضلعي. انخطبت قبل أسبوع. العوض والله حبي. زين هسه شنو الحل حاليا؟ حضرتني بسبب بن خالها. حضرتك بسبب بن خالها، خلاص عوفها. أحضره أوكي، أهلي على عين راسي، بس ما أحضره على ونود. هذا حبيب، حب قلبي. يعني أني شو أسولف لكم؟ أنا مخبلة بالحب، مخبلة يعني. بس شفت يعني شو أقول لكم، إنه شفت اكو ناس ما تستاهل حبي. يعني انت تضحي وتبرر وتحكي وتبكي يعني وصلت مرحلة اقول لهم شوفوني انا تعبانة، انا ما عندي ذيك القدرة. وتحبين شخص انتي بس ماكو تقدير، ماكو هاي. خلاص اذا اشوف التقدير مدى يجيني ودا يشوفون تعبي، مع السلامة. بس هاي مع السلامة ما ردها ترجع بلا وشلونك مشتاقة لك، لا خلاص كل من يشوف طريقة. مريت بياني مو قليل جايز، اني تعبت هواي تعبت بحياتي. مريت باشياء اكبر من عمري، غير العالم اللي اتهمتني تهايم، غير الناس اللي حكت علي، غير هواي امور. حبيت بنت جيراني لمدة 2.5 سنين وطلعت مختص بيها. والله ما ادري شو اقول لك. زين شنو مفكرتي تتزوجها لو شنو؟ حبيتها راح نتزوج يا عمري ان شاء الله. كنت بعلاقة حب؟ اي كنت. رموشك زراعة وتلزيق. شنو زراعة؟ هي رموش هاي مش شهر الطويل. حبيت وحدة على النت وتزوجتها قبل شهر، مبروك. حبيبتي حمودي السيد، عمري تسلم قلبي. تعرفت من لعبة البابجي، علاقة 1 سنة وصار لنا 2 سنين متزوجين، بس ما رزقنا بأطفال. إن شاء الله ترزقنا بأطفال حبايبي. سولفي لنا قصتك أنت خلنا نسمعها. خيانة أوتش. قصتي باختصار يعني. شكرا عمري، شكرا. خيانة، صدمة، خذلان، بكي، تعب، ما يلعب هواي. يعني تعطي شخص ثقة وتثق بيه وما يثق بيك خلاص بعد. أنا حرفيا أنا إنسانة متأذية حيل، كلش متأذية من ناحية علاقات الحب. فالحمد لله حاليا أنا أحب نفسي فقط. شوف قد دمرت. صوتش متغير طبعا، غير تعبانة. أنا وياه 11 سنة وأهلي عرفوا بعلاقتنا، وواجهت أهلي على مودة وقلت له تعال اخطبني، يقول لي ما أقدر هسه. واجهتي أهلك على مودة وقلت له تعال اخطبني، قال لك ما أقدر هسه. شوفوا بنات، حبيبتي لا تزعلين ضربي 100 نعال، 100 نعال ينضرب. شنو أوقف بوجه أهلي؟ ذولا أهلي ربوني، تعبوا علي، سهروا الليالي، وأصير بطولهم وأوقف بوجههم على مود شخص وأضحي له وأقول له تعال اخطبني، ما يخطبني.
على اساس بيبي شنو وين احنا؟ تعرفون ايش قد صعبة عند الاهل، الام بالذات اذا صرتي انت بطولها وتجين توقفين والله انا احب فلان ولو هو لو ماكو، هي ممكن تقولك اوكي يلا اللي موافقة بس بداخلها ما موافقة ما راضية. زين ايش قد دامت علاقتكم سوا وهو من الوسط اللي انت بيه لو بالخارج؟ ما احب احكي بهاي التفاصيل حبايبي. حمودي عمري شكرا حبايبي، شاركوا اللايف حتى نكمل سوالف.